مين كان يعرف ان الجيكسر 1000 هي امتداد للجيكسر 750؟ تعال اقول لك ده حصل ازاي. في سنه 2001 قررت شركه سوزوكي ان هي توسع الفئات بتاعتها، فكملوا في فئه ال 750 مع تغيير حبه مواصفات، وكمان هو نفس الشكل بتاع ال 750 سنه 2000 و2001، وكمان قرروا يبداوا السوزوكي جيكسر 1000 سي سي. فكانت المواصفات بتاعته 988 سي سي، 160 هورس باور على ار بي ام 10800، والعزم بتاعه كان 102 نيوتن متر، وكان وزن الموتوسيكل دراي يعني من غير اي سوائل كان 170 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 18 لتر، والتوب سبيد كانت 299 كيلو متر في الساعه. نيجي للجيل الثاني. الجيل الثاني بدا سنه 2003. مقارنه بالموديلات اللي فاتت اللي هي سنه 2000 و2001، سوزوكي قررت تلعب شويه في الوزن وحاولوا يقللوا فيه، فعملوا الجيكمان بتاعه تيتانيوم، حسنوا الانجكشن، وده كله خلى الهورس باور بتاعه يزيد شويه، خلاه 2 هورس باور زياده، وكمان كل التحسينات دي قللت الوزن بتاعه ب 2 كيلو. فبقت المواصفات بتاعته 988 سي سي، 162 هورس باور على ار بي ام 10800، وكمان العزم بتاعه بقى 105 نيوتن متر، والوزن بتاعه دراي 168 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته بقت 18 لتر، والتوب سبيد 299. الجيل الثالث اللي بدأ سنة 2005، ودوت كان أول موتوسيكل 1000 سوزوكي تاخد بيه بطولة، وكمان في محاولات سوزوكي إن هي تزود سعة الموتوسيكل 999 سي سي، لا كمان خلوا البساتم والبلفات اللي جوه الموتور تبقى تيتانيوم، وكل ده خلى وزن الموتوسيكل اخف، وبالتالي ده كان سبب من اسباب اللي هم يكسبوا وورلد اس بي كي شامبيون شيب. وكمان الموديل ده بيجي بنفس المساعدين الامامي والخلفي بتاع الموديلات اللي فاتت، فكده المواصفات بتاعته 998 سي سي، 178 هورس باور على ار بي ام 11000، 107 نيوتن متر، وكان وزن الموتوسيكل ده دراي يعني من غير سوائل 166 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 18 لتر، والتوب سبيد 299. دلوقتي مع الجيل الرابع. الجيل الرابع دوت اللي بدأ سنة 2007 وبيسموه الكي 7. الكي 7 دوت وزنه زاد عن الموديلات اللي فاتت 6 كيلو، وده كان بسبب الجاكمان الجديد وعلبة البيئة. وعشان يتحكموا في الوزن الزيادة دوت اللي هو اتحط على الجيكسر، فهم زودوا الهورس باور بتاعه ل 9 هورس باور، وحسنوا الشاسيه والمساعدين والايرودايناميك، وكمان اول موتوسيكل ياباني يكون فيه باور مودز ممكن تتحكم فيها مانيوال. فكانت المواصفات بتاعته 998 سي سي، 187 هورس باور على 12000 ار بي ام، والعزم بتاعه 103 نيوتن متر. وزن الموتوسيكل ده كان 172 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 17 لتر ونص، توب سبيد 299. الجيل الخامس اللي بدا سنه 2009. طبعا غيروا الشكل الفانوس وغيروا شكل التوب بشكل ملحوظ قوي. الموتور بقى شورت ستروك، الموتور نفسه حجمه زاد، وده طول المسافه ما بين العجلتين، وبالتالي خلى المقص الخلفي يطول شويه. حسنوا المساعدين الامامي والخلفي، فبقى الموتور ده بيطلع 998 سي سي، 185 هورس باور على ار بي ام 12000، والعزم بتاعه بقى 117 نيوتن متر. وزن الموتوسيكل ده دراي بقى 167 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته بقت 17 لتر ونص، والتوب سبيد 299. الجيل السادس اللي بدا سنه 2012 تقريبا نفس الشكل بتاع 2009، وبما ان نقطه 2009 كانت الوزن، فسوزوكي حبت تلعب شويه عن النقطه دي، وده خلى الجيكسر الفرامل بتاعته احسن وافضل في المرونه. فبقى الموتور بتاعه بيطلع 998 سي سي، 184 هورس باور على ار بي ام 12000، والعزم بتاعه 117 نيوتن متر، والوزن بتاعه دراي 165 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته بقت 17 لتر ونص، والتوب سبيد 299. سنه 2013 وموتوسيكل الاحتفاليه المليونيه. طبعا دوت مش جيل من الاجيال، ده تكمله على نفس الجيل اللي احنا بنتكلم فيه. من اول ما سوزوكي بدات تصنع الجيكسر 750 في سنه 85، سوزوكي باعت مليون نسخه تحت اسم جيكسر. وبالمناسبه دي قررت سوزوكي تعمل 1985 نسخه بس من الشكل ده. الجيل السابع اللي بدأ سنة 2017. الجيل دوت بقى أكثر تماسك من حيث الفبر بتاعه، الايرودايناميك بقى أفضل، التكنولوجيا، الكهرباء، كل حاجة فيه بقت أحسن بكتير عن الموديلات اللي فاتت. الأجزاء بتاعته بقت أكتر من 600 جزء، وكمان حسنوا حاجات كتير قوي في الموتور، وهو نظام الفي في تي. نتكلم عن نظام الفي في تي، وهو إنهم حاطين 12 كورة فولاذ جوه ترس الكتينة، وده بيفرق في السرعات الواطيه. طول ما انت ماشي على ار بي ام واطي هتلاقي ال 12 كوره دول بيقربوا من مركز الترس، لكن اول ما تعلى بالار بي ام ال 12 كوره دول هيبعدوا وهيضخوا قوه اكتر للترس، وبالتالي قوه اكتر في الموتور. فبقى الموتور ده بيطلع 998 سي سي، بيطلع 101 هورس باور على 13200 ار بي ام، العزم بتاعه بقى 117 نيوتن متر، والوزن بتاعه بقى 166 كيلو جرام،
والسعه اللتريه بتاعته بقت 16 لتر، والتوب سبيد 299. الجيل الثامن اللي بدأ من سنه 2001 لحد دلوقتي سنه 2024، الجيل دوت كانوا بيسموه 100 ليميتد اديشن. سوزوكي عملوا 100 نسخه بس من الشكل ده، وعشان ما اطولش عليكم فانا كنت عامل فيديو تفصيلي او ريفيو عن البايك دوت، كان معايا نسخ من ال 100 نسخه اللي موجودين حوالين العالم، فهسيب لكم اللينك بتاعه تقدروا تتفرجوا عليه. ده كده كان التطور بتاع السوزوكي جيكسر 1000. والحلقات الجايه هكلمكم على باقي السوزوكي، واحنا اوريدي اتكلمنا عن السوزوكي هايبوزا، فهسيب لك كل اللينكات ديت في اللينك تحت او في البايو. فما تنساش تقول لنا عايز الفيديو الجاي عن ايه، ولو عايز اي موديل من الموديلات دي هقدر اجيبه لك باذن الله. كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.